السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وربنا يجعلها كده سنة سعيدة عليكم كده يا رب، بالخير والفرح والرزق وكل حاجة جميلة، وتكون السنة دي أحلى وأجمل وأسعد من اللي فاتت إن شاء الله. امبارح بقى احنا مش بنحتفل بالكريسماس بقى ولا ليه علاقة والله بالموضوع ده، بس هي بالصدفة عيد ميلاد بنتي بيجي في نفس الوقت ده، 31 12. فأنا حبيت بقى أفرحها لأن هي برضو يعني ملهاش أصحاب ولا حاجة. فأنا قلت أعمل كده حاجة عائلية كده وبسيطة وفي نفس الوقت مش مكلفة، وحبيت انزلها لكم كده بالتفاصيل واقول لك ان عيد الميلاد ده كله ما تكلفش 300 جنيه. زي ما انت سمعتي كده 300 جنيه بالظبط، وهحسب لك كل حاجه بالورقه والقلم. 300 جنيه ما يسووش اصلا. يعني لما بتروحي تجيبي تورتايه زي اللي انت شفتيها ديت بالديزاين ده، بتعدي معاكي ال 500 وال 400 والاسعار اللي احنا بنسمعها الكتير دي. هنبدأ كده بسم الله على بركة الله. انا كنت عاملة كنافة بالشوكولاتة، بس ما هياش شوكولاتة، يعني انا عاملاها بالنشا واللبن والكاكاو، وانا قلت لها ديت شوكولاتة وهي كان فعلا طعمها شوكولاتة وجميل. وكمان كنت عاملة الجلاش زي ما انت شايفة، اللي هو الصوابع ده، بس يعني مكشكشة كده شوية، شكلها كان جميل. هنبدأ كده بسم الله. انا كنت بعمل هنا كده التورته. انا بضرب دلوقتي الكريمه دي، كريمه خام ربع كيلو ب50 جنيه، الكيلو بقى ب 200 جنيه، اللي هو ماركه كده، يعني مش عارفه مش فاكره اسمها ايه، بس يعني ربع كيلو ده بيعمل طبق كبير زي ما انت شايفه كده من الكريمه، يعني كفه التورته، وكمان عملت منه كب كيك. تمام. هي كانت ما كانش عندي لبن، وانا ضربتها كده بايه، بميه بسكر، بس الكريمه فعلا طعمها غني جدا كانها معموله باللبن. انا ضربت الكريمه كده، حطيت الربع كيلو وحطيت عليه تقريبا 700 جرام من الميه المسكرة، وكمان بقى اخدت جزء كده وضربتها باللون البينك، وكمان اخدت جزء كده صغير علشان اخليها كده فاتح بينك فاتح مع غامق. اخدت كده معلقتين وغمقتهم شوية باللون. انا جايبة اللون اللي هو الفوشيا، خليت شوية كده لونهم بينك، وخليت شوية كده لونهم فوشيا، بحيث التورتة زي ما انتوا شفتوها كده تبقى كده ايه، متداخلة في بعضها. فضلت اضرب كده، بصراحة نوع الكريمة ده ممتاز. وكمان الكيكة كانت معمولة على بيات، وهتلاقي طريقتها انا كنت منزلاها قبل كده في فيديو من الفيديوهات، وهسيبلك اللينك في الوصف. جبت كده الكيكة، أنا كنت اقدر اقطعها 5 طبقات، بس انا قلت 3 كفاية بقى علشان بس الكريمة ايه تكفي. وكمان الكيكة كانت خفيفة جدا جدا جدا، وكان طعمها بصراحة حلو. اخدت كده قطعة من الكريمة وحطيتها في الارضية بتاعة القعدة، بحيث ان الكيكة تلزق، يعني ما تتحركش من مكانها. اخدت كده اول طبقة ودهنتها كده كريمة. انا بقالي تقريبا سنتين ما عملتش تورتة، فحاسه ان انا كنت متوتره كده شويه وانا بعملها. حتى بنتي فضلت تقول لي يا ماما انت خايفه كده، لأن انت اول مره تعملي لنا تورته. اخدت كده بقى الطبقه التانية ودهنتها برضو كريمه، بس بين كل طبقه وطبقه بس الكيك ميه بسكر كده او 7 على خفيف. تمام، انا كده خلصت الحشو. هبدأ كده اجلس بقى الكيكه بتاعتي. كمان انا ما كنتش يعني ايه سقعت الكريمه شويه، فكانت لسه يعني طريه قوي، لما بتتحط في التلاجة بتربط اكتر واكتر. هنا بقى ايه بدأت كده اخد من فوق واظبط كده الدنيا زي ما انتوا شايفين. بصراحة هي كانت سهلة جدا جدا وكانت جميلة، وكانت الناس مبسوطة يعني الضيوف عندي كانوا مبسوطين، اخواتي واصحابي كانوا يعني مبسوطين بالتورتة قوي، وقالوا طعمها جميل وزيها زي الجاهز بالظبط.
انا هنا بقى ايه على قد ما قدرت كده، انا مش حلواني يعني انا مش حلوان، على قد ما قدرت كده ظبطت الكيك بتاعي، واستخدمت زي ما انت شايفه منقله، بس انا غسلاها ومنضفاها زي الفل. بصوا بقى الكيكه خلاص بدات تتظبط. انا كنت حاطه اللون اللي هو البينك الفاتح. هنا بقى ايه بدات اخد كده حتت من الغامقه شويه بحيث تليق مع العروسه اللي انا جايباها. وهحطها فوق الكيك. ما عادش حد بقى بيعمل التورته اللي فيها فاكهه كتير ديت، بالذات للمناسبات واعياد الميلاد. دلوقتي زي ما انت شايفه بيجيبوا اللي هو بيحطوا كده الشخصيات الكرتونية، ويحطوا كده دبل وحاجات وطلع جديد. انا جيت اعمل كده الشكل ده كده من التزيين، ف يعني ما عجبنيش الفرنشات دي. قمت شايلاها كده تاني، ما حصلش اي حاجة، بالعكس ده ادت لون كده لسطح التورتة حلو قوي. بدأت اعمل الشكل ده كان احلى، يعني وكان شكله اجمل في التزيين. بصوا كده الجمال. بسم الله ما شاء الله، كان حجمها حلو وكفت تقريبا تكفي من 12 ل 13 شخص، مع ان التورته يعني مقاسها 20 تقريبا، 22. تمام. بصوا الجمال، لو في اي ديفو هيتدارى خالص، هظبطه في الاخر زي ما انتوا شايفين. بقى انا عملت كده، بس هي هتطلع ايه جميله خليكم بس معايا للاخر، هتتبسطوا قوي من النتيجه. انا بدات كده ايه اجيب شوكه، لان انا مش عندي كل الادوات بتاعه التزيين. ما عنديش الا السكينه الكبيره اللي هي المنشار اللي بقطع بيها، وعندي الاسباتيولا اللي هي بجلس بيها، بس محبتهاش كبيرة كده وهايفة على الفاضي، يعني المنقلة بصراحة عملت معايا الواجب اكتر منها. حاجة بسيطة كده وجميلة وتفرح الأولاد، لأن بصراحة دلوقتي أنا بسمع أسعار الحلوانية يعني حاجة صعبة صعبة بجد يعني. بصوا بقى بدأت كده ايه ملامحها تبان شوية، بس لسه برضو يا جماعة احنا ما خلصناش. هقولك كده معناه ايه للآخر. هي خدت وقت شوية في التزيين، بس كانت النتيجة مرضية جدا. كده كان معايا برضو، كنت جايبة من عندهم العلبة الصغننة ديت ب20 جنيه، من عند مستلزمات الحلواني. بس حاجة كده كانت ناشفة يعني ايه عايزة اسنان. فهي كانت غلطة، هي بتدي شكل حلو وكل حاجة، بس هي كانت غلطة ومش هتتكرر تاني ان انا اجيب النجوم والفراشات دي شكل بس، انما تتاكل لا تصلح. يعني انا اخدت واحدة كده وحاولت اشوف ده ايه، لقيته رز بسمتي ودهنينه كده ذهبي، وحطينا عليه طبقة كده زي التوفي او آم، زي الحاجة اللي هو السكر بتاع المصاصات والحاجات دي. مش حلو خالص، بدي شكل بس هو مش في الاكل مش حلو، فما انصحش حد يجيبه. ودلوقتي كان انا عندي هنا بقى ايه الكاندي ده، حطيته كده من الجناب علشان بس نكسر اللون، ادى شكل حلو برضو. يعني انا زي ما قلت لكم انا مش حلواني، بس انا حبيت برضو افرح البنت في البيت وبحاجه بسيطه. وكنت هنا جايبه لها الشكل ده كده، البنوته اللي هي بتاعه البليه ديت، هي اصلا شكل بنتي جبتها كده وحطيتها في النص، كانت عسولة خالص، شكلها كان جميل يعني. كل الناس كانت مبسوطة بصراحة بشكل التورتة. وده كان الشكل النهائي بتاعها. قلت لكم استنوا للنهاية هتلاقوا حاجة حلوة ان شاء الله. اللون ماشي مع اللبس بتاع العروسة، كان شكلها حلو قوي. وكان معايا هنا كمان لفة جلاش نص كيلو، انا ما كنتش عازمة ناس كتير. جبت بقى لفة الجلاش كده وبدأت اسقي سمنة، ادهنها سمنه، مش هسقي يعني اسقي ديت لا، هي مش كنافه. بدات ادهن كده واخد طبقتين بطبقتين. وجبت
كمان الناحية التانية ودهنتها زي ما انت شايفة كده عشان يبقى مورق. لو انت عاوزة توصلي للجلاش اللي هو متحمر من جوه ومن بره، ده بصراحة ما كانش فيها حتة لونها فاتح. الجلاش كان لونه من بره زي من جوه بالظبط. جبت كده العصيان بتاعت الشيش طاووق، ولفيت عليها كده الجلاش، ودي كانوا الورقتين كانوا كبار. وبعد كده بقيت امسك الورقتين اقسمهم بالطول. كانت احسن. طبعا اللفه دي كانت عندي وطلعتها على بيت حطيتها على المطبخ، زي ما تكون كده فرولت من فوق من على الوش. فعادي مش هيحصل اي حاجه، وهتطلع زي الفل زي ما هتشوفوها في الفيديو. هتطلع حلوه مفيش فيها اي حاجه. بعد كده جبت الورقه التانية وقمت مطبقه عليها كمان واحده كده، ودهنتهم كويس علشان بس ايه يتحمر من جوه ومن بره. تمام. دهنه خفيفه كده. وهجيب برضو واعمل نفس الحركه، هبرم كده ورق الجلاش على العصايه، واقوم جايه بقى من الطرفين وزنقه كده جدا جدا جدا، هتطلع معاكي كده ملولوه بالشكل ده. بتبقى حلوه قوي. لو حابه انت تحشيها بقى فول سوداني مكسرات، بس لو كريمه هتطلع من الجنان. شوفوا بقى شكل النهائي، مع ان اللفه كانت مفروله شويه، بس طلعت بصراحه جميله. ورصيتها كده في الصاج وبدات ان انا ادهنها كده، ادهنها كده بالسمنه كويس علشان تاخد كده معايا وش جميل وتتحمص كده من بره ومن جوه. انت كنت تمسكي الجلاشايه بصراحه تقطميها تلاقيها حمرة من بره ومن جوه. تمام. وزي ما انا قلتلك الحاجات كانت بسيطة وفي نفس الوقت كانت جميلة وطعمها حلو. وما اتكلفتش معايا، رغم ان الدنيا غالية جدا، بس والله ما اتكلفتش. يعني انا الحوار ده كله 300 جنيه. الكريمة بتاعت التورتة 50، والعروسة اللي محطوطة على التورتة 20، كده 70. وكمان الكيكة متكلفة 40، يبقى كده كام؟ 120 جنيه. ولفة الجلاش 15 جنيه. وطبعا السمنة عندي وانا محشتهاش اي حاجة. هنا بقى انا ايه هنخش بقى ايه بس على الكنافة. الكنافة انا كنت برضو عملتها، وهنزل لكم الطريقة في صندوق الوصف. دي طريقة تانية غير الطريقة الأولانية اللي أنا عملتها قبل كده. بس اللي أنا عملتها قبل كده كانت جميلة، ودي برضو كانت كويسة جدا. بفرش كده الصينية بتاعتي سمنة، بس سمنة تكون كويسة وكتير. يعني ما تلحسيش الصينية وتقولي لا هي كده فيها سمنة، لا حط كتير. يعني حط تقريبا نص كوباية ودهنيها. هتجيبي بقى الكنافة بتاعتك زي ما هي كده، بس تكون ايه مش ملزقه في بعضها ولا بتاع. انا مفككاها كده من بعض. تمام. الكنافه التانية اللي هسيب لكم الوصف بتاعها كانت في الفريزر وطالعه وانا فركاها بايدي. بس دي برضو على السريع، يعني اللي انا بعملها ديت بقى الكنافه اللي على السريع. هقسم الكنافه نصين، هاخد نص افرده كده في الصينيه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. وزعي كده كويس علشان احنا لسه هنحط عليها الكاستر الشوكولاته زي ما انا قلتلك، علشان ما يلزقش في القاع او اي حاجه. افردي الكنافه بتاعتك كويس وتاكدي ان مفيش حته من قاع الصينيه باينه من تحت عشان ما يلزقش فيها. علشان احنا عاوزين لما ننزلها في الصينيه تبقى نازله كده ايه معانا كده ايه زي القرصه كده. ده الكاستر اللي انا عملته. ده تقريبا كوبايتين لبن، واربع معالق كاكاو خام، وكمان حوالي 3 4 معالق سكر كبار، علشان ما تنسيش ان احنا لسه هنحط شربات. جبت بقى الكاستر كده اللي انا عملته، وفردته كده بالمغرفة بتاعتي. بس كده كانت تحفة. هبدأ اجيب بقى باقي الكنافة بتاعتي، مفيش عليها هو سمنة ولا اي حاجة. السمنة هنحطها في الاخر خالص.
هنبدأ بقى نفرد كده الكنافة ونحبش من الطروف، مش عايزين الكريمة بتاعتنا او الشوكولاتة بتاعتنا تجيب للطرف. فكمان ملحوظة، اوعي تروحي تجيبي شوكولاتة في برطمان وتفردها وتقول انا بعمل كنافة بالشوكولاتة، طبعا هتسيح منك وهتخرب الدنيا. احنا اللي احنا عاملينها ديت كريمة، يعني باللبن وبالكاكاو والسكر. تمام كده، انا فردت بقى الكنافه بتاعتي. طبعا انا كنت مسيحه جنبي بقى كوبايه سمنه. صينيه الكنافه ديت تقريبا مقاسها 30، اخدت كوبايه وربع سمنه، يعني اقل من ربع كيلو. ابدا بقى كده ايه احبش من الطروف كده، ويعني ايه الم بقى الزوايد دي كده واحطها على باقي الكنافه. وكمان ادي السمنه بتاعتي اهي. هبدا بقى كده ايه افردها بالفرشه بتاعتي كده. طبعا بقى انا يعني مش لسه هفرد بالفرشه، انا بقول لك يعني في خرم كده في الطاسه بتاعتي دي. بدات انزل بيه كده كده عشان برضو تبقى سمن، يعني الإدام بتاعها مظبوط من السمنة، وتبدأ تاخد معاكي اللون الأحمر الجميل اللي هتشوفيه في الآخر. مش أحمر، ذهبي، يعني ذهبي كده جميل. وادي صينيه الكنافه ما اتكلفتش اي حاجه، انا جايبه نص جلاش ونص كنافه ب30 جنيه. تمام. ونص كيلو لبن بخيره ب10 جنيه. ده كده معاكي 40 جنيه. 40 جنيه و120 التورته كده ايه 150 جنيه. هنا بقى انا كنت شفت كده طريقه على اليوتيوب، وانا تملي ما بحبش انفذ اي طريقه لحد. يعني انا بحب اعمل المقادير اللي انا عارفاها واللي انا متأكدة منها واللي انا جربتها كذا مرة. دي كده كان شفت حد بيعمل مهلبية وبيسيبها تبرد كده طبقة خفيفة ويجي يعملها رول، وبيفرد كده جوز الهند. طبعا انا رحت جبت كيلو لبن وجبت ربع كيلو جوز هند وفردته بقى في الصينية وعملت المهلبية زي ما انتوا هتشوفوا خالص. عملت بقى ايه مهلبية بالشوكولاتة. بشوكولاته، يعني كاكاو، يعني مسميه كاكاو شوكولاته مش عارفه ليه. المهم بقى وعملتها وسبتها بقى لما بردت خالص، وجيت الف الرول بقى يا حبايبي. لقيت الدنيا خربانه اهو، بصوا. المفروض بقى اللي انا بكده ايه بوزع بقى وعامله نفسي شملوله. والوصفه دي انا شفتها لكذا حد على اليوتيوب، ومفيش حاجه وصفه واخدها من حد وتنجح معايا ابدا، مش عارفه ليه. فانا ماشيه بقى على الطريقه بتاعتي اللي انا ايه عارفاها ومتعوده عليها، واللي انا اتعلمتها من والدتي او اتعلمتها من اي مكان ايا كان، بس بكون انا عارفه انا بعمل ايه. المهم انا بعد ما عملت الصاج المحترم ده بقى، ايه اللي حصل؟ سبته برد وجيت الفه بقى رول زي ما انا شفت. والله بقى يتقطم وباظت خالص. وبعدين قمت انا شايلاها بقى من الصينيه، طبعا ما رميتهاش ولا حاجه. حطيتها بقى في اطباق واديتها للولاد كلوها. بس انا يعني قلت لكم اهوت علشان لو ما شفتوش ديت في النهايه في عيد الميلاد. خلاص هي باظت مني وما طلعتش الحاجه اللي كانت في دماغي. ماشي، يا خسارة الوقت اللي ضاع. يعني لو كنت عملتها في كاسات او كوبايات وقدمتها كان اكرم لي، اكرم لي والله. احنا نزلتها من الصينية في طبق، والله حاولت يعني ايه احط عليها كريمة كده عشان بس ايه ابين الخبل اللي انا كنت عاملاها. بس اتاكلت يعني ما اترمتش. بس انا ما لقيتش حاجة احشي بيها الخيبة السودا اللي انا بعملها دي. يلا، على العموم حصل خير. لا، وعماله برج بقى وعلى امل ان هي هتطلع زي الفيديو اللي انا شفته.
ما علينا. المهم بقى ايه ديت، الطبق اللي انا كنت ضاربه فيه الكريمه بتاعه التورته. كان فيه كريمه وانا شلتها ما غسلتوش انا ما غسلتوش. وقمت جايبه بقى ايه 4 بيضات وحطيتهم كده في الطبق، ما غسلتوش بقى، ما كانش معايا اي وقت خالص. الحاجات دي خدت في ايدي تقريبا ساعه ونص. وبواقي الكيكه بواقي الكريمه دي عادي يعني مش هتتاثر، مش هتعمل اي حاجه. اخدت انا كده 4 بيضات وحطيت عليهم كوبايه سكر كبيره، وضربتهم كده بالمضرب اليدوي عشان اعمل الكيك والكب كيك. والله العظيم كانت حلوه قوي 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 قوي، احسن ما تضربي الخليط في الخلاط. وكمان سهل، انا حطيت كوبايه من السكر كبيره على 4 بيضات، وفضلت اضرب فيهم كده زي ما انتوا شايفين لحد ما احس ان القوام هيبدأ ايه، يفتح معايا كده ايه بسيط. هجيب بقى هنا بدأ يعمل فوم صغير كده من فوق، وتحس ان البيض مع السكر بقوا لزجين كده شوية. تمام. اضربي بالمضرب عادي ولا يهمك، بتطلع حلوة قوي وزي الاسفنجية. هنا حطيت كوباية الا ربع من الزيت، بس يكون برضو زيت حلو كده ملوش ريحة. انا مستخدماه صني. زيت حلو في الكيك بصراحة ومش بيطلع ريحة كده. فبلاش والنبي زيت التموين ده يجي جنب اي حاجة فيها حلويات. وجبت كوباية كده الا حاجات بسيطة، يعني دي كوباية الا معلقتين لبن، نفس المج اللي انا معايره بيه. وكمان حطيته فوق بقى الزيت والبيض والسكر وضربته شوي، بدأ يعمل كده فوم ابيض كده والخليط يتقل معايا سنة. جبت كده ايه باكيت فانيليا وفرغته، برضو الفانيليا دي حلوة. وقلبت برضو كويس كده. ونجيب بقى ايه الدقيق بتاعنا نكونوا مجهزينه جنبنا. وده اللون الفوشيا، طبعا انا بهدلت الدنيا فوشيا امبارح، يا بنوته بقى وده عيد ميلاد بنوته. جبت بقى اللون الفوشيا ونزلت بيه كده على الخليط بتاعي ده. بصي بدأ لونه، على فكرة لونه في الكيك من جوه كان حلو قوي، كان عاطي لون فوشيا جميل يعني. انا كنت جربت قبل كده لون احمر وما كانش حلو في الكيك ابدا ابدا ابدا، كان مغمقه من جوه، قالب كده على اصفر، خلى الكيك لونه اصفر. لا ديت الكيكايه والكب كيك كان تحفه، كان جميل. كنت عامله حوالي 8 كب كيك كده لفهم حوالين التورتايه كشكل يعني. انا حطيت دلوقتي كوبايه دقيق وكيس كيك شيف، يعني اللي هو البيكنج باودر الكيك شيف ده. بتلاقي كده الباكت شكله كتير وتقيل، فانت هتقولي لا ده كتير ده انا اقسمه على مرتين، لا على فكرة حطيه على مرة واحدة. بيطلعها حلو قوي. ودي الكوباية التانية، المقادير دي بتاخد معايا 3 كوبايات الا ربع من الدقيق الفاخر. بس انا بقى للامانه انا كنت مستخدمه دقيق سايب، بس دقيق يعني محترم جدا جدا جدا، وكان لونه فاتح. انا مش عارفه هو تقريبا اسمه دقيق الاصيل. النوع ده من الدقيق يا جماعه والله يعني انا الحمد لله يعني لسه قناه صغيره، مش ما فيش فيها لا دعايه ولا كلام من ده. الدقيق ده ممتاز في المخبوزات وفي الحلويات وفي كل حاجة. يعني في اكياس انا كنت جايباها ب 22 جنيه، مش حلو، المفروض انه فاخر والجميع بقى الحلويات والحاجات دي، وكان مش حلو خالص وبيطلع الكيك ليه ريحة مش عارفة، كان غريب قوي. هنا بقى انا حطيت كده ال3 كوبايات الا ربع من الدقيق، حسيت الخليط تقيل شوية، حطيت كده ايه ربع كوباية لبن اهو فك معايا، وقلبته بقى كويس ولونه جميل جميل جميل. ده القوام اللي احنا محتاجينه. هبدأ بقى ان انا ايه خلاص كده هخلص، ومجهزة جنبي كوبايات الكب كيك والصينية اللي انا هستخدمها.
دي الصينية حطيت فيها جزء، والجزء التاني حطيته في الكوبايات الصغيرة بتاعة الكب كيك دي. بعبيها لحد نصها، لان النص التاني هو في الفرن هتعلى. بصوا بقى كده يا جماعة، بعد ما خلصنا كده وبدأت الحفلة، يعني انا كان عندي اخواتي، يعني البيت برضو ملهاش صحاب، كان عندي اخواتي واصحابي، طبعا هم كانوا مبسوطين بشكل التورتايه وقاعدين زي ما انتم شايفين كده بيصوروا. التورته كانت عجباهم. شوفوا بقى، انا كنت جايبه دي ضلفه الدولاب، انا كنت عاملاها قبل كده. دي رف دولاب، وجبته وزينته بالبينك كده، وقمت حاطه عليه التورتايه ولفيت حواليه الكب كيك. بصوا شكله جميل ازاي. بصراحة كانت جميلة وعجبت الكل، وكانت خفيفة جدا، وكان نفسي اصورها لكم بقى وهي بتتقطع. إيه بس للأسف بقى، يعني ايه، انتوا عارفين انا اللي كنت بقدم وبعمل كل حاجة، فكده خلاص انتهت الحفلة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بقى، كانت فرحانة بالتورتاية. واسيبكم بقى تكملوا بقية اللقطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.